سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم الفيديو هو نسائي 100%. نتمنى تكون اموركم على ما يرام كيف ما العاده. بلا ما نطول في المقدمه غادي ندخل في الموضوع. اليوم غادي نهضروا على النرجسي اللي كيدير راسو الضحيه، يعني هو كيضحك عليك وكيفاش كيشدك في الفخ وانت ساكته، كتدخلي معاه في علاقه سامه ولعبه سامه كتدمرك نفسيا وانتي ساكته ما عارفه والو، حتى كتراكم عليك الامور وكتمرضي نفسيا بطريقه غير مباشره. المهم في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد من اخطر الاساليب اللي كيعتمدها الانسان النرجسي باش يسيطر عليك ويدخلك في واحد الدوامه نفسيه كتخليك تشكي في راسك وتفقدي الثقه في نفسك. انتي كتكوني عارفه بانه داك الانسان اللي ديما كيبان مظلوم وكيقول لك انا اللي تعذبت، انا اللي ضحيت، انا اللي صبرت، يعني ديما انا هو اللي تعذب، هو اللي تمحن، هو اللي صابر، انتي ما كديري ولا شيء. خليكم معايا باش نكتشفوا التواصل ونوضحوا الامور ونمشيو خطوه بخطوه كيف ما ديما كيف ما العاده. قبل ما ندخلوا في الخدعه ديال دور الضحيه خصنا نعرفوا شكون هو النرجسي. شنو كتعني هذه الكلمه ديال النرجسي؟ النرجسي ماشي غير انسان كيبغي راسو، يعني كيحب راسو بزاف، لا، هو كيتغذى على السيطره، يعني السيطره والاذيه ديال الناس كيتغذى بها وكيتقوى بها وكيمشي باي وسيله باش يبقى ديما هو في القمه ويبقى ديما هو الفوق، ولو تكون الطريقه بالكذب وبالتلاعب وبالضحك على مشاعر الناس وعلى مشاعر الشريكه، ما عندوش مشكل. يعني هو خصو يبقى ديما الورقه الرابحه ويكون ديما هو في القمه. واخا كيفاش كيلعب دور الضحيه؟ دابا غادي نجيو للسلاح القوي اللي كيعتمد عليه هذا الانسان هذا. مركزوا معايا مزيان البنات، مني كيشوفك باغا تبعدي وغادي تنسحبي من الحياه ديالو وغادي يصرح لي او عرفتي الحقيقه يعني كشفتيه، كيولي كيدير راسو مسكين، كنقولوا حنا كيبقى كيتمسكن عليك بين قوسين وكيلعب دور الضحيه وكيضرب في المشاعر ديالك انتي باش تحسي بالذنب، كيحسسك بانك انتي اللي خاطئه وانتي اللي غلطه في حقه وانتي اللي مذنبه، باش تراجعي لداك الفكره ديال الانسحاب وتبقاي ديما في داك الموضع ديال انك انتي المطارده. نعطيكم مثال باش نقربكم من الفكره. كمثال كتواجهيه بالخيانه، كيقلب عليك انتي، كيقلب عليك انتي الموضوع، كيردها انتي اللي ما عطيتينيش الاهتمام، انتي اللي ضريتيني بزاف، كنت كنقلب على الحلال وما لقيتوش فيك، دونك انا كنت مضطر باش نشوف انسانه ثانيه. هكذا يعني هكا كتمشي الامور، ديما كيبقى يبرر وكيتحجج بحجج هي لا اساس لها من الصحه. صافي، يعني ضروري كيستعمل هاد الامور هذه باش يتهرب من داك الموضوع، من داك الموقف ديال انه غلط في حقك. منين كيوقع هاد الموقف هذا في الاخر كيخليك انت اللي كتعتذري بالاسلوب ديالو الذكي، كيخليك انت اللي تعتذري منه، يعني هو كيكون غلط في حقك كتولي انت اللي كتعتذري، انت اللي كتطلبي السماحه وكتولي كتلومي نفسك بالليل وبالنهار، يعني كتقولي كيفاش انا هذا الانسان كنت غلطه في حقه وانا ما عارفاش. كيخليك تشكي في راسك وكتقولي ممكن نكون انا فعلا ظالمه، ماشي ممكن، يعني كتاكدي بانك انت اللي ظالمه. هذه الفكره الوهميه هو كيخليك تصدقيها وكيأكدها بطريقته هو. كيفاش تفيقي وتردي الاعتبار لنفسك؟ اول حاجه خليك واعيه، راه هاد التصرفات ماشي عاديه وماشي حب، يعني انت فهمي بانك في علاقه سامه، الانسان ما غاديش معاك بنيه صادقه. تاني حاجه سولي راسك علاش ديما كيحملني انا الذنب؟ ما يمكنش انت تكوني ديما غلطان دائما. ثالث حاجه خدي المسافه، بقاي تحمي نفسك والعقل ديالك والقلب ديالك، يعني مرحله بمرحله. ورابع حاجه هضري مع الناس اللي كتثقي فيهم،
المقربين، الصديقات ديالك، يعني فرغي باش يعاونوك ويوضحوا لك الامور، بحكم انك انت كتكوني عندك غشاوه على العينين ديالك، يعني ما كتشوفيش الحقيقه بصوره واضحه. راه البنات خصكم تفهموا بان ماشي كل واحد كيدير راسو ضحيه راه فعلا مظلوم. راه كاينين الناس كيستعملوا الضعف سلاح باش يديروك انت الظالمه. فهمتوا هاد الفكره هادي؟ البنات خصكم تفهموا واحد القضيه، راه ماشي كل واحد كيدير راسو الضحيه راه فعلا مظلوم. راه كاينين الناس كيديروها لعبه وخدعه باش يقلب عليك الطرابيزه ويخليك انت اللي مظلومه، هو راه كيكون هو اللي معدي عليك وهو اللي ظالمك. راه السكوت ديالك في هاد الحاله هادي راه كيزيد طين بله، يعني انت خصك تفيقي وخصك تفهمي بان السكوت ديالك ماشي ضعف، وخصو يكون بدايه للوعي. يعني انت خصك تكوني واعيه بهاد الامور. علاش؟ لان هاد الامر كيدمرك نفسيا. ما يمكنش تميزي النرجسي من بدايه العلاقه. راه في الاول كيكون كلشي مثالي، يعني العلاقه كتكون مثاليه، كيغرقك بالحب بالهضره الزوينه، كيبان انسان حساس حنون، كيدوي على المساواه على التفاهم. كتقولي مع راسك اخيرا لقيت الراجل اللي غنتفاهم معاه ولقيت شريك حياتي، يعني لقيت النصف الاخر. كيكون مثالي، انسان ولا غلطه. مع الوقت كتبداي كتحسي بشي حاجه غريبه، كيبدا يلومك على كل شيء، كتقولي انت السبب ديال المشاكل ديالو كيف ما قلت في بدايه الفيديو. وكل مره كتواجهيه كيبقى يبكي وكيغضب وكيبقى يمثل عليك، يعني كيدخل في واحد المسرحيه. واخا دابا هاد الامور هادي فهمناها مزيان وضبطناها. البنات راه خصكم اول حاجه تسولوا نفسكم علاش كتسكتوا. راه كتسكتوا حيت كتحسوا بالذنب، كتكونوا ما كتبغوش تكونوا قاسيات في العلاقه. واخا قلبك كيكون موجوع كتبغي ما تخليش العلاقه تنهار، انت كتبغي تحافظي على داك العلاقه وكتضحي بنفسك باش بالسكوت، يعني كتبقاي ساكته، كتقولي الا تكلمت راه ممكن العلاقه توقف، وهذا هو الغلط. ما تسكتيش، حاولي تكلمي شويه بشويه، خدمي على هذه القضيه. وديما قولي يمكن انا فعلا اللي غلطانه، خاصني نكون صبوره، يعني انت وديما وراه خصكم تفهموا البنات. راه في الحقيقه كيف ما ذكرت في الاول، راه كيف ما نتوما عارفين دابا معايا فضل، كيف ما نتوما عارفين دابا معايا فضل اللحظه بان الحقيقه انه انت الضحيه، وهذه كامله هي لعبه نفسيه كيلعبها الشريك ديالك باش كيتلذذ بالسيطره، كيولي هو كيسيطر عليك. انسان ولا غلطه. مع الوقت كتبداي كتحسي بشي حاجه غريبه، كيبدا يلومك على كل شيء، كتقولي انت السبب ديال المشاكل ديالو كيف ما قلت في بدايه الفيديو. وكل مره كتواجهيه كيبقى يبكي وكيغضب وكيبقى يمثل عليك، يعني كيدخل في واحد المسرحيه. واخا دابا هاد الامور هادي فهمناها مزيان وضبطناها. البنات راه خصكم اول حاجه تسولوا نفسكم علاش كتسكتوا. راه كتسكتوا حيت كتحسوا بالذنب، ما كتبغوش تكونوا قاسيات في العلاقه. واخا قلبك كيكون موجوع كتبغي ما تخليش العلاقه تنهار، انت كتبغي تحافظي على داك العلاقه وكتضحي بنفسك باش بالسكوت، يعني كتبقاي ساكته، كتقولي الا تكلمت راه ممكن العلاقه توقف، وهذا هو الغلط. ما تسكتيش، حاولي تكلمي شويه بشويه، خدمي على هذه القضيه. ما نتوما عارفين دابا معايا في هذه اللحظه بان الحقيقه انه انت الضحيه، وهذه كامله هي لعبه نفسيه كيلعبها الشريك ديالك باش كيتلذذ بالسيطره، كيولي هو كيسيطر عليك. كيفاش تحمي نفسك من هذا الانسان، يعني كيفاش تكوني في بر الامان في هذه العلاقه. في الاول قبل ما تقرري الانسحاب، بالنسبه للبنات اللي للاسف الازواج ديالهم من هذا النوع هذا، يعني هما متزوجات وفي هذه العلاقه هذه، كيفاش تحمي راسك؟ اول حاجه خاصك تكوني واعيه كيف ما ذكرت من قبل، وتكوني عارفه شنو كاين،
وتوقفي داك القضيه ديال التبرير. يعني ما تبقيش تبرري وتبقاي توضحي ديما. راه فهمي بانك كتستنفدي الطاقه ديالك لا غير. يعني هذا الانسان متشبع بالافكار ديالو، يعني الكلام ديالك ما كيفيدو في ولا شيء، انت فقط كتضيعي الطاقه كيف ما قلت لك. ثالث حاجه، خاصكي كل مره كتوقع شي حاجه تكتبي وتوثقي وتسجلي. هاد الطريقه غادي تعاونك باش تشوفي الحقيقه مكتوبه عندك، يعني ما تبقاش تنساي هذا الامر. هادو خطوات ذكيه. رابع خطوه، خاصك تتكلمي، ما يبقاش داك الصمت. هذه ديما كنقولها وكنأكد عليها، عقلوا عليها. المهم البنات، ما تنساوش راكم تستاهلوا تكونوا في بيئه فيها الامان وفيها الحب الحقيقي والاحترام المتبادل. ما تبقاوش ساكتين، ما تبقاوش تشكوا في راسكم، ثقوا في راسكم. واللي فعلا سيروا بهذا المبدا، اللي فعلا كيحبك راه عمرو ما يستعمل الدموع ديالو باش يلومك ويقلل من الشأن ديالك ويستغلك وما الى ذلك. خليو ليا في الكومونتير واش وقع لكم هذا الموقف هذا، واش كتعيشوه. خليو ليا التعاليق ديالكم، شنو درتوا، يعني شاركوا معايا التجارب ديالكم. ما تنسوش ديروا لايك وتشاركوا الفيديو وتابوناو في القناه. وبالنسبه للناس الجداد، دعموني، راني محتاجه الدعم ديالكم والسند ديالكم باش نتشجع. ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات اللي غادي تعاونكم باش تخرجوا من دائره الاذى باذن الله. وتهلاو في راسكم بزاف بزاف بزاف. ولايك بالنسبه للناس اللي عجبهم المحتوى وعجبهم الفيديو.